هل السوريين بيعرفوا يعملوا فراخ مشوية على الفحم؟ ده اللي هنكتشفه في الفيديو ده، وعشان كده هنعمل مقارنة ما بين زين الشام وابن الشام في نص فرخة مشوية على الفحم. فتعالوا نشوف مين فيهم هيطلع شديد ومين فيهم هيحتاج يلعب حديد. بالنسبة بقى للأسعار ما بين زين الشام وابن الشام كانوا زي بعض تقريبا بالتوصيل. والحاجة هنبدأ بيها وجبة زين الشام، واللي بيجي معاها باكت بطاطس كبير وتلات رغيف عيش وتومية سبايسي ومخلل سوري وكمان رز بسمتي. بالنسبة لطعم الفراخ كانت ممتازة جدا والتتبيلة باينة فيها، وكمان طعم الشوي كان ممتاز، والرز كان طعمه جميل جدا، والتوميه حلوه، والتوميه السبايسي جميله، والعيش طبعا فريش، والبطاطس تحفه. وتعالوا نخش على تاني وجبه من ابن الشام، وديت برضو بيجي معاه عيش متغلف وكمان بطاطس، بس المره دي البطاطس متقطعه شرايح ومحطوطه على وش الفرخه، وكمان بيجي معاها توميه وتوميه سبايسي، بس احجام التوميه هنا اكبر. ويلا بينا بقى نخش على المضمون من حيث بقى طعم الفراخ. فطعم الفراخ كان جميل جدا، وطعم التسويه حلو، والشوي باين فيها جدا، وطعم الفراخ ممتاز. وبالنسبه للرز فهو ممتاز جدا. وبالنسبه للبطاطس فبصراحه عجبتني هنا عند ابن الشام اكتر من زين الشام. وبالنسبه للتوميه كانت عند زين الشام احسن، وبالنسبه للتوميه السبايسي برضو كانت عند زين الشام احسن. وبكده بقى تبقى خلصت المقارنه بتاعتنا. وحابب اقول لكم ان المطعمين جامدين جدا جدا، الاختلافات بسيطه قوي، وكمان الاسعار شبه بعضها، وكل حاجه يعتبر متقاربه. فبصراحه المطعمين محتاج اقول لهم ان هم شديد، وانا اللي محتاج العب حديد لان كرشي طلع بصراحه. وفي نهايه الفيديو حابب اقول لكم كنت معاكم اسلام صبري. ما تنساش تعمل متابعه وتقول لنا انت بتحب تجيب منين، من زين الشام ولا ابن الشام.